اتفقنا تاني دي اسمها the ordinary numbers الأعداد الترتيبية. يعني بقول الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، مش زي 1 2 3. أنا اتفقت النهارده 4 مثلا يناير، يبقى بقولها الرابع من يناير، ما ينفعش أقول 4، لا بقولها فورس. فاتفقنا لما اجي اعمل اعداد ترتيبيه ليها ترتيب معين على السكونه، زي ما بنيجي نقول الاول يعني فيرست، نكتب 1 وناخد اخر حرفين اللي هما اس ايه تي. الثاني سكند، خلاص نكتب 2 ونحط اخر حرفين ام ايه. طبعا ده اسمه الابريفيشن او الاختصار بتاع الرقم. اما اجي اقول الثالث اسمه ثيرد، نكتب 3 ونحط اخر حرفين اللي هم ار. الرابع فورث، نكتب الرقم واخر حرفين تي ايه. الخامس فيفث، السادس 6، السابع 7. يبقى كله بحط له تي ايه تي اتش. خلاص معايا ما عدا اول 3 ارقام first وسكند وثيرد. first وسكند، first وسكند. طب جينا اتكلمنا، احنا قلنا هنوصل لحد ال20 اسمها 20 او 20. خلاص لو انا جيت قلت 20 ده 20، لكن انا بقول ال20 يبقى هنشيل الواي نحط مكانها اي ايه ونزود لها تي اتش، يبقى دي كده ال20. طب الحادي والعشرون يبقى 20 تنزل زي ما هي، والحادي اللي هي الاول يبقى 20 ايه فيرست. طب الثاني والعشرون يبقى 20 سكند، برافو. يبقى 20 ايه سكند، 20 ايه سكند. لما اجي عاوز اعمل لها ابريفيشن اختصار هنحط 20 سكند ونزود لها ايه ان دي. طب الثالث والعشرون يبقى 20 23rd، 23rd ونحط لها اخر حرفين ار دي. طب الرابع والعشرون 24 يبقى هننزل 24 ونزود لها تي. يبقى دي اسمها ordinary numbers يعني الاعداد الترتيبيه. الاول يعني، الثاني يعني، الثالث يعني، الرابع يعني، طلع لساني، خامس يعني، fifth 6 7 8 9 10 وهكذا. طب انا عايزه مثلا، احنا اتفقنا لما اجي اسال واحد عيد ميلادك امتى؟ when is your birthday؟ when is your birthday؟ when is your birthday؟ خلاص معايا؟ احنا اتفقنا ان شهور السنه بيجي معاها preposition. شهور السنه بيجي معاها preposition، والساعه الساعه، وايام الاسبوع، والشهور والسنين والفصول بيجي معاها بيجي معاها بيجي معاها بيجي معاها. خلاص معايا؟ طيب بصوا السر هنا بقى. لما اجي اقول لك when is your birthday، ركز عشان ده درس مهم. when is your birthday يا مس انت لسه قايلها. انا هقول لك مثلا May، طيب هاجي اقول لك when is your birthday، عيد ميلادك امتى؟ واجي اقول لك May 5. ايه الفرق بين الاثنين؟ ركز. قولي يا ميان when is your birthday. هنقول اول حاجه ايه؟ when is يبقى it is. your birthday دي حطينا مكانها it. your birthday حطينا مكانها it وبعدين نزلنا is. خلاص it is. الشهر هنحط قبله preposition in وننزل may. طب مين اللي هيعرف الثانيه؟ قولي يا مجد. ها when is your birthday؟ بصوا معايا، هنيجي نقول it is بدل نقول my birthday هنختصرها نقول ايه؟ it is. خلاص معايا؟ هو يوم 5 ايه؟ ماي. لما حدد اليوم بحط حرف الجر. لو حددت اليوم هنحط حرف الجر. لو حددت اليوم في الشهر نحط preposition in on. صحيح. لو حددت اليوم في الشهر نحط preposition